النهاردة هقدم لحضراتكم قصتين أجمل من بعض. أتمنى إن هما يعجبوكم وتفعلوا الجرس وتشتركوا بالقناة وتضغطوا لايك يا أصدقائي، وما تنسوش قناتنا مفتوحة 24 ساعة من أجلكم ومن أجل أبنائكم. أتمنى تدعموا القناة. بطل قصتنا الأولى صحي من النوم في يوم لقى وسط التحتاني قرر إن هو يعيش لوحده ويعتمد على نفسه، وإيه السبب هو ما يعرفش. قعد يا عيني زعلان، فقرر بطل قصتنا إنهم هما الاتنين يروحوا للدكتور، والدكتور يعرف إيه السبب إن وسط التحتاني عصي على وسط الفوقاني. فطبعا بطل قصتنا عايش في مأساة جامدة لأنه مش عارف يتحرك، واللي بيتحرك الوسط التحتاني اللي هو واخد قرار العصيان. وتاري الدافع ان هو عمل كده وقرر الاعتزال عنه، ان هو عايز يعاكس بنات وعايز يعيش بحرية كاملة ويروح الديسكو ويعيش على حل شعره. وطبعا قدر فعلا الوسط التحتاني يعمل اللي هو عايزه، والناس تجاوبت معاه تماما لان هم عرفوا بالقصة كلها من الاخبار، لان دي حاجة طبيعي انها ما تستخباش. عاش بطل قصتنا في مأساة غريبة، ربنا يكون في عونه. مستني اليوم اللي يفضى فيه عنه وسط التحتاني ويرجع له بالسلامة. لسه الحكاية ليها نهاية، بس اعذروني الفيديو الشورتس بيبقى محتاج تصوير مدة قليلة. أرجوكم تابعوا الفيديو على قسم الفيديوهات، وقصة جميلة بجد، تابعوها واسمعوها، ورجاء ما تنسوش اللايك يا أصدقائي.